لو من عشاق الدبابيس بقى وبتحبي ان انتي تعمليها بطريقة مختلفة جدا، فتعالى اقولك على طريقة حلوة جدا ووصفة تحفة بجد وتتبيلة خرافية. لو عجبك الفيديو ما تبخليش علينا باللايك والشير والاشتراك لهبة تي في. اول حاجة عندنا معلقتين كبار من عصير البرتقال، عندنا كمان معلقة كبيرة من بشر البرتقال ان انتي تبشريه كده بشر ناعم، وكمان ربع كوب من الزيت. هنضيف عليهم بقى معلقة كبيرة من صويا صوص او دبس الرمان، ولو كمان مش متوفر ده او ده تقدري تضيفي معلقة من العسل الاسود. عندنا كمان معلقتين كبار من اي نوع من الصلصه. عندنا بصله كبيره مبشوره وبشر ناعم، وكمان هنحط عليهم بقى كده كوب من الزبادي او كوب من اللبن، يعني لو متوفر ده او ده فمفيش اي مشكله. معلقه كبيره من السبع بهارات، معلقه من البابريكا. ضفنا عليهم كمان المكون الرئيسي للفراخ وهو الزعتر. جربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا وهتفرق في الطعم قوي. عليهم كمان معلقه من الملح ونقلب بقى الخليط ده. تخيلوا بقى الزعتر مع كل التوابل دي، يعني بتدي كده نتيجة حلوة جدا. وكمان لو حابة ان انت تعملي فيها فرخة كبيرة وتشويها او قطع من اللحمة، فالنتيجة صدقيني بتبقى حلوة هنا بقى كنت مجهزة كيلو من الدبابيس اللي هي بتاعت الفراخ. طبعا كيلو الدبابيس اليومين دول بحوالي 60 جنيه، فطبعا الكمية دي حلوة قوي. نزلنا بالدبابيس بعد ما كنا غسلنا ونقعنا كده لمدة ساعتين كاملين في خل وليمون ومية وملح وحبة كده من البهارات علشان الزفارة تروح منها نهائي. نزلنا كده بالدبابيس في التتبيله، وبعد كده هنسيبها حوالي ساعه او ساعتين. لو انت مستعجله طبعا مش محتاجه ان انت تسيبيها كل الفتره دي، فانا هجيبها واحطها في صينيه تانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو حابين طبعا تحبوها بنفس التتبيله كده وبكميه التتبيله دي كلها فما فيش مشكله. انا حبيت ان انا ارصها بالشكل ده وادخلها بقى الفرن. هتاخد في الفرن حوالي تلت ساعه، هي مش هتاخد اكتر من كده، وهتاخد لون من فوق وخلاص الدنيا بقت تمام. عبال بقى ما الدبابيس بتاعتنا تخرج هنعمل مع بعض صوص حلو جدا، بجد مختلف تماما عن اي نوع صوص انت اكلتيه بعد كده او هتاكليه كمان بعد كده. عندنا معلقتين كبار من المايونيز، عندنا علبة من الزبادي الصغيرة، معلقتين من الخردل، معلقة كبيرة من الثوماء، ومعلقة كبيرة من طبعا الزعتر. الاتنين مع بعض بيدوا نتيجة حلوة جدا. الزعتر مع الثوماء كمان مفيد جدا للأولاد. بعد كده هنضيف عليهم معلقة صغيرة من دبس الرمان وشوية كده من المية. قلبي بقى التتبيله دي او الصوص ده والنتيجه فعلا هتبهرك جدا. الصوص ده مختلف عن اي صوص انت اكلتيه في اي حاجه، يعني مختلف تماما. ليه كده مزازه معينه هتحبيها جدا. هنزينه بقى بحبه من الخضره، وكده الصوص بتاعي بقى جاهز. وكمان صينيه الدبيس بتاعتنا بقت جاهزه وطلعت من الفرن باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بجد انا بحب الصوص اكتر كمان من الدبابيس، وطريقه حلوه جدا. قدميها بقى مع مكرونه مع رز ابيض برز بسمتي، تاكليها كده لوحدها، فبجد خرافيه جدا. اتمنى ان شاء الله الفيديو النهارده يكون خفيف على قلبكم، وبحبكم في الله كالعاده، واشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد من حلقات هبه تي في.